الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا في خير وستر وصحة وراحة بال. النهاردة العيد، انا بسجل لكم الفيديو من العيد الصبح. انا عارفة ان هو الفيديو ده نازل متأخر جدا، بس معلش اعذروني، كان عندي ظروف وكده منعتني ان انا انزل اي حاجة وكده، فمعلش اعذروني. انا عارفة انه كله خلص، بس بما ان الفيديو موجود كده كده عندي فقلت طالما هو موجود عندي وخلاص هنزله. كده كده يعتبر يعني ايه، انا بفرجكم برضو الناس اللي هي ما شافتش الشقة على بعضها، فبوري الشقة على بعضها، يعني تعتبر جولة يعني في الشقة. فده كان النيش، بوريكم النيش. انا عارفة ان انتوا كله خلص والدنيا تمام وكله تحت السيطرة، بس انا قلت يعني ايه، حبيت انزل فيديو خلاص. يعني كده كده انا ما عملتش جولة في شقتي قبل كده، دي اول مرة اعمل جولة في الشقة، فحبيت ان انا اوريكم يعني وكده بالمرة. انا عارفة ان شقتي متواضعة، بس يعني انا بحبها وعجباني ومبسوطة بيها والحمد لله راضية. فيعني دي اوضة اولادي، حبيت ان انتوا برضو تشوفوها. على فكرة يا جماعة، انا مش بفرش سجاد خالص في الصيف، وتقريبا 3/4 الناس دلوقتي يعني كله كده زي دلوقتي. انا بفرش بديل سجاد او حافظة زي ما انتوا شايفين كده. الأوضة دي محتاجة بديل سجاد، بس انا فرشة لها حافظة لحد ما اشتري لها واحدة. انا كمان ما جبتش اي حاجة تخص العيد، يعني مشتريات للفرش والكلام ده، يعني مش زي القنوات اللي بتتفرجوا عليها بقى وكده. انا جبت مثلا طقم جديد للسرير، جبت مش عارفة حافظة، وجبت لا، انا ما الحمد لله يا رب يعني راضية باللي عندي، واللي عندي مكفيني والحمد لله. يعني فرشت اللي عندي وفرشت الموجود. يعني انا معايا 3 بنات، لما احب اجيب حاجة هجيب ليهم هم، جهزهم يعني، اجيب لي جهازهم بدل ما اجيب افرش شقتي واعمل شقتي والكلام ده كله، اجيب لي جهازهم هم. طبعا هم 3، انتوا يعني عارفين 3 يعني ايه. فبدل ما اشتري لنفسي حاجة، لا اشتري لبناتي احسن. دخلت هنا المطبخ، كنت مسيحة سمنة بلدي يعني، وعملت صلصة، عشان انتوا عارفين طبعا العيد وكده كله بيبقى قافل، مفيش بتوع خضار والكلام ده، مفيش سوق. فحبيت اعمل صلصة، قلت ايه علشان ما احتاجش، يعني مخليه طبعا طماطم في التلاجة جامدة وكده، لو احتاجت سلطة حاجة للطوارئ يعني. وقلت الصلصة دي برضو تبقى للطوارئ برضو، بحيث ان انا ما احتاجش ان انا اشتري حاجة من بره. طبعا كنت بفرجكم بقى يعني الحلويات بتاعة العيد، الفاكهة، كنا جايبين خوخ وجايبين عنب، ودي الحلويات اللي انتوا عارفينها. ما جبناش سوداني بقشره العيد ده، معرفش، هو جوزي يعني هو اللي جاب الحاجات دي، فلقيته جايب كده يعني. والحلويات دي كنت انا جايباها، كنت هعمل لهم كيكة، فطبعا ايه ما كانش فيه وقت، فجبت لهم حلويات يعني وكده من بره. والاكل الفطار بتاع، يعني هو الفيديو ده كان متسجل يوم عرفة. الفطار بتاع يوم عرفة ده كان جوزي هو اللي عامله، كانت لحمه ببصل وكده، وهو اللي قال انا اللي هعمل الفطار النهارده، لان اللحمه ام بصل دي مفضله عنده يعني. فقال لي لا انا اللي هعملها، فسبته بقى عملها. يعني انتوا طبعا عارفين، انتوا كلكم طبعا عارفين بقى ايه، لما حد يقولك يعني هعمل مكانك وكده ما بتصدقي طبعا. فسبته بقى عملها هو، وعمل السلطه ويعتبر هو اللي حضر الفطار. بس عرفتكم برضو عشان ايه يعني يبقى فيه مصداقيه. بس وده كانت نهاية الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أمة محمد يا رب بخير وصحة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.